السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا يعني في الفيديو ده هتشوفوا تشكيلة من اقوى التشكيلات اللي ممكن تلعب بيها. التشكيلة دي يعني فرقت معايا كتير جدا في الديفيجن. انا من ديفيجن 3 وصلت ديفيجن 2. طبعا احنا كنا برضو بنقابل منافس قوي عشان برضو نقدر يعني نجرب عليه التشكيلة. وهسيبكم بقى مع الماتش. طبعا هو تشكيلته زي ما انتم شايفين، يعني كان جورجي بيست وميسي 110 ودفاع كله 107، ويعني تشكيلته قوية اكيد يعني. بدأنا هنا الماتش. مرتفع الآن ويبدو أن كل شيء جاهز من أجل طبعا احنا مباراة التشكيلة بنلعب ممتعة. بثلاثة دفاع. الثلاثة الدفاع دول لازم إضافة تسجل يكونوا انطلاقة صراع، يعني ممتازة الثلاثة لازم يرى يكونوا فيها صراع جدا. المباراة بدأت للتو. الثلاثة لازم يكونوا صراع جدا. لازم مواجهة يكون مثلا برشلونة. معاك ألبرت فرير ومعاك حد زي لي ديكسون، كيليان امبابي عشان السرعة لازم تمركز تكون معدية خلف صف 90. المدافع رائع جدا في يعني التوقع لازم مسار لازم الكرة. السرعة تكون معدية 90. ولو بقى معاك بثقة يعني حد كبيرة في النفس كده زي كانافارو، وبمهارة سرعته برضو عالية كويسة، أضرب 87 فتاة خلف نص و85 المساحة تسارع وهكذا، وفرصة يتلاعب فيها بالدفاع. هتفرق معاك كتير. دي أهم حاجة. أهم حاجة إن يكون فيهم وأخيرا في المباراة اتنين ديستروير فيهم واحد سرعته عالية، وواحد يكون ظهير مدافع. واحد يكون ايه؟ ظهير مدافع. نيجي بقى لنص الملعب. نص الملعب احنا هنلعب يعني ساحق أربعة. حارس المرمى. أربعة منهم اتنين جلاطة سراي نص يفضل ملعب الحارس دفاعي، البعيد حجم اللي هم المدافع. هيبقوا واحد هذه ارتكاز هي كرة دي ام القدم. اف، وواحد بيبيتو كافريق ارتكاز اختراق هيكون الخط مثلا الدفاعي خبير صانع والان لعب راح يكتسب زي ثقة ماتيوس كده اللي وحرية معايا، مرة اخرى. او ثقة هيكون كبيرة بوكس تو لتحدي بوكس. خط الدفاع بهذه الطريقة الجريئة. ربما كان يبعد الاتنين شيء دول لكن اساسيين. احيانا ايضا الحل الفردي وهقول لكم على يساعد تعليمات فريقا. فرديه لازم تتعمل، عشان لو ما اتعملتش هتبوظ الدنيا. هنا طبعا الاثنين محاولة الاي ام جيدة. اف لازم الاثنين يكونوا يدخل داخل يعني ابداع في المنطقة صناعه اللعب، اللي هم كرييتيف رأسية بلاي بهذا ميكر. المعنى. لازم يكونوا ابداع في صناعه اللعب. عندك بعد كده بقى الثلاثه المهاجمين. لازم يكون معاك مهاجم قناص سريع وفينيشر زي كيليان امبابي. طبعا معظمنا معانا نسخ كتير لكيليان جميل امبابي، اي الأداء نسخه في هذه لكيليان امبابي المباراة هتنفع. حتى الآن. بيليه معاك حد كأنه تاني غير يبني كيليان الثلاثة امبابي، عندهم المهم في بس هو الملعب. يكون سريع وفينشر والآن بس، تغيير الاتجاه للجانب وبيعرف الأيسر. يرقص وخفيف كده على الكوره، حلوة هذه ومهاجم اللي التمريرة. هو السريع. يعني مثلا ما تحطش هالاند، شوف الدقة ما في هذه تحطش التمريرة. مثلا كولر، مثلا ما تحطش حد من الناس اللي هي رودري التقيله. لاعب مميز جدا اكيد في فاهمني. مركزه ليس بلاعب ما ارتكاز تحطش مهاجم صريح. تلاجة من الاخر. يملك صفات أساسية رائعة وقوة باتيستوتا بدنية غير تمام. عادية. معاك يبدو أنه الحاج يضيف اللمسة ضيوف دلوقتي. الإسبانية الحاج ضيوف الإبداعية مولع لهذا الدنيا. المركز ما توب يجعله في يشكل الديفيجن. قوة كبيرة في بناء الهجمات أيضا. تمام. بس كده. وعندك بقى انت ايه الانطيار الاتنين اللي بيلعب. جنبوه، يعني واحد على اليمين وواحد على الشمال. اللي على اليمين لازم يشوف برجله الشمال زي ميسي، واللي على يستعيد الشمال لازم الكرة. يشوف برجله اليمين زي مين؟ زي كرة بيليه، تعود إلى منتصف او ايا الملعب. كان بقى، مثلا بيبيتو رونالدينو، سريع نيمار، في اي حد. المبادرة. ده ليه؟ عشان انت مثلا لو خطيرة كسرته وعملت الكرة. ارتو يبقى هو بيشوف برجله القويه. كانافارو شتت الكرة بعيدا. المهم، طبعا احنا كده لسه ما قلناش الستايلات بتاعت سنايدر اللعب بتاعتهم. والتدخل كان حاسم مهاجم هنا قناص زي ما من أجل قلنا، واللي على استعادة اليمين الكرة. لازم يكون لاعب هجوم داعم، واللي على الشمال رونان برضه لازم يكون لاعب هجوم داعم. انت لو جلاطة هتغير سراي وهتحط يبني حد الكرة تاني بشكل سريع او ورائع. ستايلات تانية، اقرب ستايلات كرة تنفع طولية وانا في اتجاه جربتها هي بيليه. الهول بلاير. الهول بلاير على اليمين وعلى الشمال، بيبيتو اللي هو لاعب بين الوسط والهجوم. يتدخل ويقطع الكرة. تميز في قراءة طبعا اللعب وتحرك هذه يعني الكرات. زي ما قلت لكم، هول بلاير او لاعب بين لي الوسط ديكسون والهجوم، او ممكن تلعب مهاجمين وتجربها تشوف. بس ونستروي. هي اكتر طريقه انا مجربها واكتر طريقه نافعه بنسيما وبتنجح. طبعا هنا معرفش الكوره ضاعت ازاي، ما تصل علينا. إلى بيليه. اكتر طريقه نافعه وبتنجح هي خطيرة اللاعب الهجوم والفرصة الداعم، خطيرة وبعديها على طول الهول جاهدة بلاير اللي انا السيطرة على جربته. الكرة. تمام ينجح تمام. الدفاع في انا إبعادها. عايزك تجرب التشكيله دي وتدعي لي. صافرة بس الحسم اهم قبل حاجه تعمل مواجهة التعليمات نهاية الفرديه الشوط اللي انا بقولك الأول. عليها دي. الشوط الأول انا سلم ما اقولكش بنتيجة يعني انت تشوف تعادل الاحصائيات. اهم حاجه انت ما يعني ريح تفضل جيد مكمل الفيديو فريقك. للاخر. اهم حاجه تكمل الفيديو شوط للاخر. أول سلبي في النتيجة هنا. اهم حاجه انك تكمل الفيديو للاخر، لان انت في الاخر انت هتشوف نتيجه اللعب بالتشكيله دي.
طبعا يعني زي ما قلت لك هي الاسترات اللعبه زي ما وريتها لك كده بالظبط، مع صافرة البداية. والترتيبه زي ما انت شفتها كده في الفيديو. يعني انت المفروض توقف الفيديو، هتوقف الفيديو وهتحط الرصه بالظبط زي ما انا راصصها بالملي، متعملش حاجه زياده. يعني زي ما انا راصصها كده بالملي. طبعا هسيب لك برضو شكل التشكيله في الاخر، نفس ما انا عامل انت هتعمل بالظبط، يعني تحط اللعيبه بنفس الشكل. واهم حاجه اللي احنا ما قلناهوش ان انت لازم أن يكون عندك حارس. في كل مكان تقريبا. الفارق دائما ما لديك من ادوات فردي. الحارس بتاعك لازم أن يكون زي ديجو كوستا كده، حارس بيقدر يوجه الدفاع اللي هو دايركتنج ديفense، وفي نفس الوقت هو اهم ميزه فيه ان هو حارس هجومي. الحارس الهجومي ده لازم يكون حارس هجومي. ليه؟ لان الحارس الهجومي مثلا لو انت الكره عدت من نص ملعبك وعدت كمان من الثلاثه الدفاع وراحت انفراد، هو اللي هيطلع براسه برجله باي حاجه هيطلع الكوره، فهو هيكون منقذ بالنسبه لك، هو هيكون مدافع. طبعا احنا في التشكيله دي هتكون بتدافع بخمس لعيبه، 2 دي ام اف و3 ورا، هو هيكون بالنسبه لك مدافع سادس. فدي اهم ميزه ودي اهم نقطه انت لازم تعملها. طبعا زي ما انتم شايفين هنا هو يعني تشكيلته 3240 ومعاه لعيبه يعني قويه جدا ومش عارف يعدي من الدفاع، وفي نفس الوقت احنا عاملين عليه خطوره هجوميه مخلينه هو مش عارف يمسك مين ولا يمسك مين ولا يمسك مين. المهم ما علينا، اكمل لكم. طبعا دي كده كل الاستايلات اللي ممكن تلعب بيها. التشكيله دي تنفع لاسلوب ايه؟ التشكيله دي تنفع طبعا اسلوب استحواذ، طبعا تنفع لاسلوب الاستحواذ. طبعا احنا هنا يعني مسينا عليه بالجون الاول، وتنفع طبعا لاسلوب المرتدات واسلوب الكرات العرضيه. هيبقى طبعا الاثنين الاي ام اف هم اللي هيكونوا بيروحوا على اليمين وعلى الشمال عشان يعملوا عرضيات، فلازم يكونوا بساطهم معديه 90. زي ما انت شايف كده انت بتلاقي نيمار متطرف، يعني انا بلعب مرتدات وبتلاقي نيمار متطرف. فيعني هي باختصار هي تنفع لمعظم الاساليب، معظم اساليب اللعب. الكره الطويله المضاده تنفع جدا، عندك كثافه هجوميه قدام، عندك كثافه دفاعيه ممتازه. حد بيلعب مثلا بكابيلو فهيكون الاثنين الدي ام اف بيرجعوا اكتر من اللازم، لان طبعا كابيلو بيخلي الدفاع زي الفل. انا مش عارف هو تقريبا بيتقال ان هو بلع نيرف، بس ما اعتقدش ان هو بلع نيرف، هو اقوى مدرب في اللعبه. حتى لو بلع نيرف هتبقى حاجه بسيطه، مش كارثه يعني. طبعا كده التشكيله زي ما قلت لك بتنفع في كل الحالات، تشكيله قويه جدا، تشكيله فيها حلول كتير جدا. وخاصة بقى انت لو معاك الاتنين ال ام اف دول بقى فيهم مثلا واحد بليدز كده زي نيمار، اتنين بليدز، واحد قدام بليدز، هتلاقي نفسك انت يعني بتعمل كل حاجة انت ممكن تتخيلها في الماتش. وطبعا يعني ما تنساش تحط اللايك والاشتراك وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك بإذن الله كل جديد، وقولي في الكومنتات التشكيلة عجبتك ولا لأ. و... ويعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، والتشكيله باذن الله تنفع مع الناس كلها باذن الله. في اي حاجه محتاجها، اي حاجه عايز تسال عنها، انا معاك في الكومنتات. قول لي اي سؤال انت عايزه انا معاك وهجاوب عليك. اي حد عايز يلعبني ماتش ممكن العبه عادي. نصر المدافعين اللي حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة، كأننا نشوف جدار برلين في مباراة اليوم. مبابي رجل مباراة اليوم عن جدارة واستحقاق، برافو يا معلم، تستحق كرة المباراة. وطبعا انت لو وصلت لحد هنا فطبعا انت دلوقتي شوف الفرق ما بين قبل التشكيله دي وبعد التشكيله دي، هيظهر لك كمان شويه بعد الحته دي. طبعا انت لو وصلت لحد هنا فانا يعني بشكرك جدا وليك مني كامل الشكر. وطبعا ما تنساش تحط لايك والاشتراك وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك باذن الله كل جديد. واستناني باذن الله في فيديوهات تانية كتير وتشكيلات تانية كتير وتصنيف. طبعا احنا خسرانين 56 ماتش، ده طبعا بسبب التشكيله اللي كانت بلع نيرف. التشكيله اللي كانت بلع نيرف دي يعني اللي هي كنت لما نازلها في الاول هي كانت ماشيه معايا تمام وكل حاجه كويسه، فجاه كده بلعت نيرف مش عارف ليه. المهم ما علينا، كده احنا خلصنا الفيديو. ما تنساش تحط لايك وباذن الله كده تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان باذن الله يوصلك كل جديد. ودي التشكيله عايزك تعمل زيها بالظبط.